تخيل معايا الموقف ده. يومك كله كان تمام، كل حاجة ماشية. فجأة حد قالك كلمة جارحة أو علق عليك تعليق مستفز. ايه اللي بيحصل؟ يومك كان بينقلب. مهما كان اليوم حلو، الكلمة دي هي اللي هتفضل عايشة معاك لآخر الليل، ممكن لبكرة كمان. بس ليه لما حد يمدحك مثلا بتنساها بسرعة، بس لما حد يجرحك بتفضل متعلقة في دماغك أيام؟ الفيديو ده هنفهم ايه اللي بيحصل في دماغنا، وبعدين هنتكلم عن حاجة أهم بكتير: ازاي تحمي نفسك من التأثير السلبي ده ومن تصرفات الناس المستفزة اللي بتقابلنا كل يوم. ليه السلبي أقوى من الإيجابي؟ في علم النفس في حاجة اسمها الانحياز للسلبية، وهي ظاهرة موجودة عند كل البني آدمين من غير استثناء. الفكرة إن دماغنا مبرمج بيولوجيا إنه يدي وزن أكبر بكتير للتجارب السلبية عن الإيجابية، ودي مش مصادفة، دي حاجة ورثناها من أجدادنا القدام. تخيل إنسان قديم كان بيدور على أكل في الغابة، ولقى تمرة حلوة المرة دي. ده حلو، بس مش مسألة حياة أو موت. لكن لو قابل حيوان مفترس مرة واحدة ونجا بالصدفة، دماغه لازم يفتكر الموقف ده كويس قوي عشان يحميه المرة الجاية. اللي بينساها بيموت، واللي بيفتكرها بيعيش وينجو. يعني احنا أحفاد الناس اللي كانوا حساسين جدا للخطر والسلبية، مش أحفاد الناس اللي كانوا تمام كله وردي. النتيجة إن دلوقتي بعد آلاف السنين دماغنا لسه شغال بنفس الطريقة، مع إن مفيش أسود ولا نمور بيهددونا، فبقينا ندي نفس الوزن الزيادة ده لأي كلمة جارحة، أي موقف محرج أو أي شخص مستفز. في دراسات كتير أثبتت إن التأثير النفسي للسلبية بيبقى أقوى بحوالي ضعف تأثير الإيجابية أو أكتر. يعني عشان تعادل تعليق سلبي واحد محتاج حوالي 5 تعليقات إيجابية على الأقل عشان تحس إن الميزان اتعادل. ده سبب إنك ممكن تاخد 10 كومنتات حلوة على بوستك، بس التعليق السلبي الوحيد هو اللي هيقعد في دماغك. كمان في سبب تاني: التجارب السلبية بتتخزن في الذاكرة بتفاصيل أكتر ووضوح أكتر، لأن دماغنا بيعتبرها معلومة مهمة للبقاء، فبيحطها في مكان يقدر يوصل لها بسرعة في أي وقت. عشان كده انت فاكر كل كلمة في موقف زعلان منه بقاله سنين، وناسي تفاصيل مواقف كتير كانت حلوة. المهم انك تفهم حاجة واحدة: اللي بيحصل لك مش ضعف فيك، ده تصميم بيولوجي عند كل البشر. المشكلة مش انك حساس زيادة، المشكلة انك مش عارف تتعامل مع الميكانيزم ده. طيب، ازاي تحمي نفسك من التأثير السلبي؟ اولا، سمي اللي بيحصل. أول ما حد يستفزك أو يقول كلمة جارحة، قول لنفسك في دماغك نيجاتيف، يعني السلبية بتشتغل دلوقتي. مجرد إنك تسمي الإحساس وتفهم إنه رد فعل بيولوجي طبيعي بيقلل قوته عليك فورا. ثانيا، رقم 2: اعمل فلتر مش حائط. ما ينفعش تقفل نفسك عن الناس خالص، ده هيعزلك. اللي محتاجه انك تعمل فلتر، تسمع الكلام لكن تسأل نفسك ده نقد مفيد يفيدني، ولا ده مجرد شخص عايز يفرغ طاقة سلبية فيا؟ لو التاني مش لازم تديه مساحة في دماغك. قعدة 5 لواحد زي ما قلنا محتاج 5 مواقف إيجابية عشان تعادل موقف سلبي واحد. يبقى لازم تعمل ده بنفسك بشكل واعي. لما حد يمدحك أو موقف حلو، ما تمرش بسرعة، قف عنده شوية، خليك حاضر فيه.
سيبه ياخد وقته في دماغك. رقم 4، احمي وقتك من الناس المستفزة. مش كل حد لازم يكون ليه مكان في يومك. لو في شخص دايما بيسبب لك طاقة سلبية، مش عيب انك تقلل التعامل معاه او تحط حدود واضحة. الحدود مش قسوة، الحدود حماية. رقم 5، خد بريك من مصادر السلبية المستمرة. السوشيال ميديا والأخبار مصممة أصلا تستغل النيجاتيف عشان تشدك. لو حاسس انك بتاخد جرعة سلبية يوميا منها، جرب تقلل وقتك عليها، خصوصا في الأوقات اللي بتكون فيها متعب نفسيا. سادسا، اكتب اللي بيضايقك. لما تحس ان موقف سلبي متعلق في دماغك، اكتبه على ورقة. الكتابة بتساعدك تفرغه من دماغك، وبتخليك تشوفه بمنطق مش بمشاعر بس. وفي النهاية في الآخر، انت مش هتقدر توقف النيجاتيف، ده جزء من تكويننا كبشر، بس تقدر تتعلم تتعامل معاه بذكاء. ما تلومش نفسك انك بتتأثر، ده طبيعي. اللي في ايدك هو انك تحمي مساحتك النفسية، وتختار مين وايه اللي تديه حق يأثر فيك. لو الفيديو افادك، اعمل له لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وقول كومنتات ايه اكتر موقف سلبي فضل عايش معاكم اطول من اللازم.